اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن محمد الجبالي. يعني محمد الجبالي ده واحد شخص متعصب بالفتنه، واحد بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. في كل فيديوهاته بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا 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 تجاه النادي الاهلي. واحد بيحب يسير الجدل بكلامه، بيتكلم عن النادي الاهلي اكتر من ناديه. بيحب التعصب والفتنه وبيحب بيزيد التعصب والفتنه في الرياضه المصريه. وحقيقه طبعا بيطلع في الاعلام ازاي انا ما اعرفش، يعني زيه زي اي حد. فهو طبعا بيحب محمد جبالي، ده بيحب الترند وبيحب اللقطه. يعني محمد جبالي طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه. فطبعا هو بيقول حاجه، طبعا كلامه كله كذب وافتراءات عن النادي، فبيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فطبعا الاهلي عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسه، عملوا عقده من سنين. يعني محمد جمال طبعا هو ب 100 وش مدرب، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش ماده في حياته، هو منافق ومدرس وكذاب وان هو بيقرا وبيغل وبيحقد. والشر ما قابله تجاه النادي ده عامل مشكله، وعمل عقده من سنين لان هو بيقرا وبيغل اتجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو يعني فيديو رقم بجد والله العظيم حاجه بجد، حاجه في منتهى التعصب فتنه وحاجه غير محترمه. تعالوا شوف معايا كده. زيزو كان في الزمالك هو النجم، هيروح لاي نادي تاني او هيروح النادي الاهلي هيبقى فرد من ضمن الافراد. يعني ده ايه التعصب والفتنه ده؟ ايه ده؟ يعني انا مش عارف ده ايه ده بجد. يعني حاجه كميه كره وحقد تجاه النادي الاهلي، كميه تعصب وفتنه، وبيقول الكلام ده على الهواء مباشره امام المشاهدين عادي، وبيعمل تعصب وفتنه على الهواء عادي وعادي جدا. طلع يقول لك ان زيزو اللي هو هيجي الاهلي، يعني يقول لك ان هو نجم الزمالك، هو في الزمالك نجم، لكن لما يبقى في الاهلي فرد من الافراد. ده اللي هو ازاي؟ لا اي لعيب ما بيجي النادي الاهلي بيبقى نجم النجوم. اي لاعب يجي النادي الاهلي بيبقى نجم النجوم. تيجي تقول فرد من الافراد، ده اسمه تعصب وفتنه في الرياضه المصريه وكره وحقد تجاه النادي الاهلي. بس انا بتكلم ازاي ده بيطلع في الاعلام، انا ما اعرفش بجد. بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه وبيحب الترند واللقطه. يعني محمد جبالي ده بقى بيحب الترند واللقطه. طبعا محمد جبالي طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. محمد جبالي اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.